بأمانة ايه رأيك في شياكتي؟ جامد كل الحاجات الجامدة حاجتي. جامد. شايف الصورة اللي خاطفة الناس دي؟ طلع. الصورة دي بتاعتي. الصورة دي بتاعتي. السلام عليكم. فعشان الانترو النهارده ما فيهوش كلام كتير، ما تنساش تدعي لاخواتك بالنصر، تدعي لابويا بالرحمه، وعزيزي الصديق اهلا بيك. طبعا زي ما كلنا متابعين الفترة دي، في حاجات شغل الرأي العام، في حاجات احنا مهتمين بيها اكتر من اي حاجة تانية. هي هدفنا، هي شغلنا الشاغل، حاجات بنتأثر بيها وبنتابعها بطريقة اكتر مما كنا بنتابعها الاول، لان في متغيرات حصلت، في حاجات جديدة حصلت. يعني مثلا طلاق اليوتيوبر أم خالد خلال بث مباشر أمام الملايين، وفيديو مسرب يكشف السبب. ام خالد اتطلقتي ليه؟ اقول لك اتطلقتي ليه؟ ام خالد طلعت فاجئت جمهورها بانفصالها عن ابو خالد. قصه انتهت بطلاق تيك توكر معروفه اسمها ام خالد. طلاق أم خالد. مين كان يصدق إن البلوجر أم خالد تطلق؟ وده بقى ترند فكرني بنقاش كان دايما يدور بيني وبين ابويا. يعني لما كنت اجي في حاجه تافهه كده واتكلم، يقول لي عارف انت بتفكرني بالمثل اللي قال له ايه يابا علمني مش عارف ايه، قال له تعالى في الهايفه وصدر. اهو احنا سيبنا كل اللي بيحصل حوالينا واهتمينا وصدرنا فين؟ في ام خالد بتطلق تروحي عند امك ما اشوفش وش امك هنا. ماشي يلا يلا ماما، مع السلامه. بتلمي حاجتك؟ بلم حاجتي. طيب لم يلا. انا ما يلا. تمام، انا بصورك بس عشان ايه؟ عشان يبقى انا كده قدام ربنا ضميري سليم قدام ربنا. إيه يا اسطى، انت بتصور مراتك عشان انت عايز تطلع ترند انت ومراتك عشان هي اتطلقت ومش عارف ايه، وانتوا عاملين سكتش اساسا. ده سكتش تمثيل. ما لقيتش جمله تقولها سيبها هي تهبد اي هبده، اسكت فاهم، حط صرصور والحقل عادي. لكن تقول لها انا بصور الفيديو ده عشان ما قدام ربنا يبقى ضميري يعني ايه؟ يا الملائكه يبقوا واقفين لك يقول لك تعالى يا ابو خالد تعالى قبل ما تدخل عند ربنا ورينا معاك دليل ولا فيديو. اقسم بالله حريم تجيب المراره. شفتش كده في الدنيا يا جدع. بتصور ايه اللي انت بتصوره؟ بصورك. ايه اللي انا بصوره؟ طيب عشان بس ايه؟ ماشي، حلوه الفضايح. انا الحمد لله. انا هتفضح ليه يا ماما؟ الحمد لله يا ماما. جميله الراجل ما يفضحوش حاجه يا ماما. ابو ام الجمله دي، ابو ام الجمله دي على اللي اخترعها، اللي هو بتاعت ايه انا راجل ما يعيبنيش حاجه. مين قال لك انك كراجل ما يعيبكش حاجه؟ هنعتبرها صح، هنعتبر ان اي حاجه تمس الست هتهينها وتعيبها، لكن انت راجل ما الراجل لو ارتبط ببنت او بست واتعلقت في رقبته وبقت من مسؤوليته، بقى اي حاجه تعيبها تعيبه. لما مراتي تطلع في التيك توك والعيال الصغيره والكبار والبتاع كله يقول لها والله ده ام خالد ما تستاهلش كده، ده ام خالد دي مش عارف، ويقولوا العيال بيتغزلوا فيها بالفاظ اقسم بالله، وانت تقول لها انا راجل ما يعيبنيش حاجه. لا هيعيبك يا مقندل، هيعيبك. لما مراتك يتقال في حقها كلمه هتعيبك. فكرني بالجماعه بتوع اللايف اللي فات لما قالت له عشان انت مش بيجي شتيمه في عرضك وشرفك لكن انا بيجي شتيمه في عرضي وشرفي. هي نفس الفكره. لا لما الست تتشتم راجلها على طول يبقى هو اللي بيتهان وهو اللي بيتغلط فيه. عندنا في البلد لما واحد يتجرأ ويروح عند بيت حد والراجل مش موجود ويشتم بيبقى نهاره ازرق. ليه؟ لانه تعدى على حرمه البيت. انتوا حداكوا حرمه البيت وضعها ايه؟ بالمناسبه بما اننا جبنا سيره الراجل بتاع اللايف اللي فات، فاكرين انا قلت له ايه الفيديو اللي فات؟ عشان انا فين؟ انت بتقول لهم انا هطلق مراتي بعد وقفتي جنبك، تقول لهم انا هطلق مراتي. والله ما هتقعدي معايا تاني، انتهى. شوف هو بيقول لها والله ما هتقعدي معايا تاني، بس انا بقول لك والله هو كذاب على الدغري، كذاب ومش هيعمل كده. بص مبدئيا كده والله وانا بمنتج كنت هشيل الحته دي، وحسيت ان انا اتسرعت، قلت انا بقسم وبشايل نفسي قسم وانا ما اعرفش، ما يمكن يطلع راجل فعلا ويطلقها. وبعدين حسيت لا انا صح، انا واثق انه اكيد مش هيطلقها. وانا بسكرول على تيك توك لقيت ده. وحصل خير يا اخواتي ومفيش اي حاجه والله، ولا اتطلقنا ولا حصل حاجه. والناس اللي بتقول لا وقع الطلاق بسبب حلفان، في كفاره، في استغفار، في مش عارف، في رد، في كل حاجه الحمد لله. الناس بتقول انتوا عايشين مع بعض حرام. ليه يا جماعه الكلام الاوفر ده؟ انا ما حلفتش والله يا اخواتي بالطلاق، ما الكلام حلفتش المبالغ والله ما هتقعدي معايا تاني. بص يا معلم انا مش عايز اطول معاك ولا شخصنها قوي، فاهم الموضوع؟ ماليش دعوه، يعني انت ومراتك وانتوا احرار. انا ما هو الا اني بقدم لك نصيحه. انا واحد جاي انتقد الفعل السيء اللي انت عملته، وبقول لك ان حلفانك بالطلاق زي ما هو حاجه صعبه ومحتاجه كفاره ومش عارف ورد واستغفار وكده، برضو حلفانك بالله ده جريمه. انك تحلف بالله كذب او انك تحلف بالله وانت عارف انك مش هتعمل اللي بتقوله ده، يعني عند ربنا مش سهله. يعني مش انا اصل انا ما طلقتهاش يا رب،
طب وانك تحلف باسم ربنا كذب؟ روح يا معلم، روح اسال شيخ قول له اعمل ايه عشان حلفت بالله كذب. هات اللي بعده. اكلم حضرتك في رجل لا ينفق على بيته وعلى زوجته. وايه على بيته الجميله دي واللغه العربيه السليمه دي؟ رجل لا ينفق على بيته الله وعلى زوجته. الله مولانا بتقول لك لا ينفق على بيته ولا زوجته. الله على ايه؟ الله على اللغه، الله على اللغه، الله على اللغه. فهمتك غلط، انا كنت فاكرك بتشجعه. كلفني فوق ما استطيع. يا دكتور مبروك، انا قعدت اصرف عليه من ساعه ما ارتبطت بيه لغايه ما بقى عندنا ولد عنده 10 سنوات. نعم. بعد ذلك هو وطبعا سافر معي الى خارج البلاد واغتنى وعمل ثروه، ثم عاد فخانني مع اخرى لمده عامين. والشيخ مبسوط ليه؟ يعني هو فضل اول ما قالت له بعد ما سافرنا ورجعنا واختنا خني، ثم عاد فخانني مع اخرى لمده. تضحك عليها شوبير، يعني تضحك عليها يا شوبير. وشرع في الزواج وهو معي دون ان ادري. انت مدرسة لغة عربية؟ نعم. مدرسة لغة عربية؟ ودي هتفرق في الموضوع؟ يعني هتفرق في الموضوع اذا كانت هي مدرسة لغة عربية ولا جيولوجيا؟ يا الولية بقى لها ساعة عيني بتهاتي يا مولانا ما بينفقش وكلفني وبعد ما سافرنا واختنا رجع خني انت مدرسة لغة عربية؟ عربية ايه يا اسطى؟ ده انا عايز عربية تخبطني ولا اسمع اللي انا بسمعه ده. وانا اسف ان قلت يا اسطى انت مولانا وعلى دماغنا من فوق وكل حاجة، بس انت نسيت فاهم؟ في مصيبة بنتكلم فيها انت ما اهتمتش. انا اصل انا مبسوط باسلوبك ده قوي، يعني انا كأني دكتورة في الجامعة يا دكتور. نعم. انا دكتورة في الجامعة. اللهم صل على النبي، ده انا سعيد بيكي بقى. مش هتفرق يا دكتورة، يا دكتور مش هتفرق ان انت سعيد بيها، هو سعيد بيها، انا سعيد بيها، كل السعداء دول مش مشكلة، لانه جوزها بيخونها لانه مش سعيد بيها. فاحنا عايزين نعرف بقى جوزها ده ازاي نخليه سعيد بيها، او نجيب لها حقهم ليه، يعني حقها منه. يعني انا انت وترتنا يا دكتور، انا متعود اكلم العيال بتوع تيك توك، انت راجل ليك احترامك. دكتور مبروك، انا ظلمت. الله. ايوه كده، سمعينا لغة عربية سليمة كده، دقيقة لله. يا دكتور مبروك، انا اتبهدلت. الله. انا مشاعري اتدغدغت. الله. انا اتخنت. الله. انا اتهنت. الله. ايوه كده، سمعينا لغة عربية سليمة كده، دقيقة لله. يا اخي دقيقة لله، انت دقيقة لله وركز معاها، دقيقة لله واسمعها، دقيقة لله واعمل شغلك يا مولانا. هو ايه؟ اطربينا. انت ليه محسسني ان انت مدرس عربي قاعد في الفصل، وفجأة من وسط العيال الفاشلة والبلدة اللي قاعدين لقيت بنت حافظة النص بالفهم بالفصحى بقى. فلو اطربينا يلا لحد ما الحصة تخلص يا مولانا. الحلقة هتخلص وانت ما عرفتش اصلا بتتكلم في، انت مركز في حوار تاني خالص. هو كان لم يكن في جعبته شيء. نعم. كما ارتبطت به. نعم. بعد ان ملك النقود وكل شيء خانني مع اخرى، مع ان هذه الاخرى. لا بقى، لا عيب كده، موت بقى. يا فرج الله، اخيرا خدت بالك ان في مصيبة وعيب وبتاع. ما هي بقالها ساعة بتشتكي، بقالها ساعة الولية بتولول. قول لنا بقى ايه العيب اللي في الموضوع، فهمنا يا مولانا. يعني تحييني وتموتيني؟ لا، مفيش في الدنيا حاجة اسمها مع ان يا استاذة يا دكتورة. ايه؟ مفيش في الدنيا حاجة اسمها مع ان يا استاذة يا دكتورة. يا نهار ازرق، يعني انت العصبية اللي انت خدتها دي كلها عشان الولية قالت مع ان مش مع ان؟ مفيش في الدنيا حاجة اسمها مع ان يا استاذة يا دكتورة. فتح الهمزة واجب. ايوه حصل، هو فعلا فتح الهمزة واجب وانا شاهد على ذلكن، بس في مصيبة نحن لم نركزن معهن. الولية بتقول لك جوزها خانها مع احداهن، وانت مركز مع حوار تاني خالص. انت ليه زعلت على ان كده؟ مالك؟ وانت تعلمين خلافهم في مع، لكن على اية الاحوال وفي كل الخلافات لا يمكن
تكسر همزة إن أبدا بعد مع. يعني انت زعلت على كسرة إن وما زعلتش على كسرة نفس الولية اللي بتشكي بقالها ساعتين؟ لا يمكن تكسر همزة إن أبدا. انت ازاي يا أستاذة أصلا تبقي دكتورة وبتقولي مع إن مش مع أن؟ هي إن دي أي حد يستخدمها؟ انت ما تعرفيش إن وأخواتها؟ الدكتور يبقى أخوها الكبير. يعني أنا آسف ليك كل احترامك بس بجد انت أفورت. الكورة مثلا، اتكلمي معاه في الكورة. اقول لك ازاي؟ مثلا اقفي جون، العبي معاه في الريسبشن عندك، اقفي جون وراكي النيش، هو يشوط الكورة وانتي تصديه علشان ما تجيش في النيش مثلا. يا أستاذة ياسمين، يا أستاذ استني بعد إذنك لما تتجوزي وتخوضي المعركة وتشوفي الدشمالة اللي في الحياة الزوجية، بعدين بقى تيجي تقول لنا نعمل ايه والبنات تعمل معانا ايه لما نتجوز والكلام ده. لا فرضا دلوقتي جوزها طلع لعيب، فاهمه؟ راجل لعيب ولا مخنوق من امها بقى وايه ونفسه يخسرها، فراح حاطط الكوره وهي واقفه بقى تحمي النيش، ماشي، وراح داخل عمل كده اهو، راحت هي واقعه، راح شايط الكوره جت في النيش. عملنا ايه بنصيحتك بقى؟ اكتم الصوت طيب يا عبيط يا ابن العبيط، اكتم الصوت. ما انا كاتمه. ايه انت سمعت؟ يا نهار اسود، كله سمع يا ابني اللي انت قلته ده. طب بتقول كمان انها بشرب بيبس؟ يا نهار اسود، انا اتفتحت. تعالى ده انا ههينك، تعالى. طب بتقول كمان انها بشرب بيبس؟ يا نهار اسود، انا اتفتحت. يا نهار لا بيبسي مش مقاطع. بيبسي مش مقاطعة؟ لا بيبسي تاني، بيبسي المصري. طب وريها لنا كده يا عم. ما خلاص يا خدها الشباب، انا بقول شاي اصلا. جاي عشان اقول لك كلمه واحده يا كروان. امال ايه طلعوا روح حارب معاهم والحاجات اللي كنت بتقولها دي وقاعد؟ انت فين انت؟ نايم على السرير وبتاكل خيار؟ طلعوا روح معاهم. لا ما توقفش، كمل. انا ما عنديش مشكله في حته انه عرف انه قاعد على السرير بياكل خيار، ماليش دعوه، وبصرف النظر عن هو هيطلع ايه ويروح يحارب معاهم بيه، بس خد اللي جايه بقى. يلا نشرب بيبسي. لا يا جماعه، فلسطين والعرب ايد واحده كلها. دي حقيقة واتمنى ان الايد العربية الكبيرة دي يعني نتجمع كلنا في ايد واحدة وتبقى ايد كبيرة وتقف تدينا ظهرك، وبنفس الايد دي يا كروان انت عارف بقى عشان مش هينفع اقول قدام الكاميرا. يا وسام عامل ايه؟ الحمد لله. عصير نعناع ده؟ لا ده مش عصير نعناع يا كروان، ده عصير هطل اللي زيك بيطفح منه كتير، عشان كده بيطلع لنا الناتج بتاعك ده. يعني شخصيتك دي لازم تبقى بترضع عصير هطل يا كروان. بيبس تاني بيبس، انا قلت 100 مره البيبس ما يخشش هنا، بس انتوا ما بتسمعوش الكلام. اهو ده انت لسه محمد حمطان. يلا يلا ده اخره يتمسح بالازاز. هو شكرا انك قلت يتمسح بيه الازاز مش البلاط، عشان احنا هنمسح بالبيبسي الازاز، هنمسح بكرامتك انت البلاط. يلا بينا عشان نشرب كوكاكولا. لا كوكاكولا ما حدش يشربها، كوكاكولا لغسيل الحمام فقط. انا عن نفسي ما بشربش، اقسم بالله الكلام ده. طب بتقول كمان انها بشرب بيبس؟ يا نهار اسود، انا اتفتحت. ما بشربش، اقسم بالله الكلام ده. يا نهار اسود، انا اتفتحت. انت مفتوح خلقه، احنا مش مستنيين لحظه زي دي عشان نعرف انك اتفتحت او ما اتفتحتش، هي بس كانت لقطه حلوه انها اثبتت انك عيل رخيص. ما بشربش، اقسم بالله الكلام ده. يا نهار اسود، انا اتفتحت. رخيص والله العظيم، عيل رخيص. يعني انا ما عنديش مشكله انك ما تبقاش معانا، فاهم؟ تبقى من الطرف التاني اللي هو انا ماليش دعوه، دي مش بتاعتي، ما تخصنيش، انا هجيب اللي انا عايزه واشربه، هات واشرب. لكن ما تبقاش بتجيب وتشرب وبتطلع قدام الناس انت يا محمد انا لما اتهنى الحمتان انت خيالة في بص يطلعوا لوحه ده التود. يما خلاص كده سبتي البيت، يما يا خلاص كده سبتي البيت، من بعدك يما خرب البيت. يا فنان
يا فنان الراجل انهار، الراجل افتكر امه بيروح منك يعني. معلش وقف ولو للحظه. لا انت بتعذبه. يما سبت البيت من بعد خرب البيت، حزين عليكي انا واختي البيت، يما يا وحشتيني. ده قاصد، ده بيعذبه قاصد. يا بص يا امايا وحشتيني بيقولها له في وشه. يما يا وحشتيني، رحت يما في غمضة عين، سبتيني وسكنت الجبابين، رحت يما. لا معلش وقف الفيديو ده لغايه هنا. انا واثق ان اللي عامل المنشن مستنينا اتريق على الراجل اللي عمال يعيط وبتاع، بس يعني ربنا ما يوريك وجع الفراق يعني. ما تستسهلش ايه يا عم انت عمال تعيط عشان سامع اغنيه. صدقني اللي بيدوق وجع الفراق اي حاجه، اي اشاره كده ممكن تفكره بتدغدغه من جوه. قصيده، اغنيه، جمله اراها على ظهر توك توك. اسمع مني ظهر توك توك عيطني ليله كامله، فاهم؟ عشان مكتوب عليه من خير ابويا او حاجه كده. ف ادعوا لابويا بالرحمه، ربنا يرحم امه ويصبره ويهونها عليه. ما تستهونوش بالحته دي يعني. هل يجوز ان راجل محترم زي ده، راجل مستشار، يقول لي في الفاصل انا بحييك على ذوقك والجاكيت والطرحه بتاعتك عاملين شغل حلو، بصراحه صفراء فاقع لونها تسر الناظرين؟ يا ده وقح، ده وقح، ده بتقول مستشار. ما اقصدش انه لا، هزاره بس تقيل شويه يعني. هو تقريبا شبهها بالبقره. يا ابن اللعيبه، يقبل ان انا اشبه بنته ان هي بقره؟ لا ما يصحش صراحه يعني. ما كل يوم بيجيلي كده عشان انا ابقى كده، ما بيقوليش كلام حب، لا بحبك ولا اي كلام من ده ابدا، لكن والله العظيم لما كل يوم بيدخل عليا السلام عليكم يا دكاتره، والنبي يا جماعه بس لو حد يعرف يحذفني من على الجروب ده، انا مش عارف ايه اللي دخلني فيه. انا راجل بتاع خضار وفاكهه، وهو تعبان عشاني وعشان خاطر عياله بالشكل ده، كأنه قال لي مليون كلمة بحبك. بص يا معلم، هو الفيديو فيه حاجة حلوة ده أكيد، إن في راجل بيشقى وبيشتغل وبيعمل عشان يرجع يأكل عياله ويهنيهم بتاع لحد هنا زي الفل. بس دي حاجة جوه 4 حيطان، أنا ليه أطلعها أرميها للناس؟ هتقولي عشان دي حاجة حلوة. هقول لك اللي هيطلع الحاجة الحلوة هيطلع الحاجة الوحشة. مش قاعدة لك فيه 5 ثواني تاني، مش قاعدة ببيت عيلة. لو سمحت، كلمتك في الموضوع ده كتير جدا. أنت مش قادر تحميني ببيت العيلة، لا قادر تحميني من أمك ولا أختك ولا سلفتي حتى. مش حاسة بأمان. أنا ماشية هروح بيت أهلي وبقى تعالى لي هناك وبس يا معلم. هو ده اللي أنا بحكي فيه. مراتك ليه تظهرها في السوشيال ميديا او تظهرها في العام؟ خلي بالك، عارف السوشيال ميديا دي كأنك خدت مراتك طلعت في الشارع كده وكل الكلام ده اتقال في الشارع في وسط الناس. هل في كل الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا بنسوانها دي تقدر تنزل الشارع كده وتعمل مع مراتك الكلام ده؟ ان مراتك كده تمسكك تنفضك قدام الناس في الشارع والناس واقفه بتتفرج وكله مبحلق بقى، وهي عماله تقول لك ايه، لا بتحميني من امك ولا بتحميني من اختك ولا بتحميني من مش عارف مين وعماله تهين وتغلط. هترضاها؟ هل ترضى ان مراتك تنزل في وسط الشارع بقى لابسه بنص كم وعماله تقول بصوا يا جماعه هو بيشقى وبيتعب عشان انا ابقى؟ هترضاها؟ ما هترضاهاش. ما تتأندلش بقى وترضاها على السوشيال ميديا. ده هو ده تيك توك، اليوتيوب، الفيسبوك، هما الشارع، مكان لامم من كله، من القاسي والداني والطيب والشرير والمحترم وقليل الادب، كله موجود. فانت ليه تعرض حريمك او اهل بيتك للناس؟ لا تعملش كده. حاجة واحدة بس اللي تعملها، تحط لايك بتخليك كبير. انت فين؟ انت نايم على السرير وبتاكل خيار؟ طلعوا روح معاهم، يلا نشرب بيبسي.